السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهارده، مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده في عنوان شيق لكل مهتمة بصحة سنان اطفالها. تقول لي سؤال النهارده يتوارد في بعض اذهان الامهات اللي بتسمعني دلوقتي، تقول لي ليه يا دكتور ايه سبب التسوس بيكون كتير عند الرضع دايما؟ يعني طفل لسه بيرضع ده ما بياكلش، ايه اللي يخلي سنانه تسوس؟ مثلا يكون في اطفال رضع بتلاقي سنانها بتسوس بطريقة كبيرة. كل ده بسبب ان الرضع بيكون عندهم كمية كبيرة من البكتيريا في بقهم، فده برضو عامل بيساعد ان هي ايه التسوس يكون اسرع عندهم. بالاضافة بعد كده ان معظم الاغذية بتاعت الطفل بتحتوي على كميات كبيرة جدا من السكر، لان يعتبر لو بصينا على الاغذية الاساسية للاطفال الرضع في السن ده بتكون حليب، فواكه، عصاير، حبوب، بتبقى حاجات كلها اللي هو السيرلاك والحاجات دي، حاجات كلها يعني ايه، عايز اقول خفيفه، وحاجات كلها بتكون اقصد معنى صح غنيه بالسكر. فطبعا السكر دايما هو يعتبر العدو الايه الاول للاسنان، لان هو اللي بيسوي البقايا بتاعته اللي بتقعد على السنان، هي اللي بتعمل لي التفاعلات بتاعت البكتيريا وبتسبب التسوس للسنان. لو عايزين اي معلومات او اي حلقات عن اسنان الاطفال في اي حاجه، اكتبوا لي في الكومنتات، او في الاسنان بشكل عام اكتبوا لي ان شاء الله اعمل عنها حلقات. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.